النهاردة بقى طلعت في دماغي إن ناخدكوا روح على سوق الخضار عشان نعرف الأسواق ونعرف السعر بقى كام دلوقتي، وصل لكام، ونشوف بقى الحاجة المناسبة، الأسعار المناسبة والأسعار اللي لسه عالية طبعا مش هنقدر نشتري دلوقتي. أو مبدئيا كده صباح الخير، تعالوا معايا نشوف أسعار ونشوف الدنيا عاملة ايه النهاردة ونقول بسم الله. أول حاجة كده الطيور، بالنسبة للحمام كان عامل 150 و160 و170 على حسب الحجم. البانيه كان عامل 190 و180 برضه، لأنها بتختلف من مكان لمكان. الجناحة كانت عاملة 60 كيلو، والفراخ البيضة عاملة 85، والوراك عاملة 85 برضه، والفراخ البلدي كانت عاملة 110. أهو بصوا عشان بتختلف من مكان لمكان. ودي البط كان عامل 130 الكيلو. الفراخ الحشو بنفس سعر البلدي كانت عاملة 110. بس هي كده على فكرة الأسعار بدأت تنزل حبة، يعني ما كانتش كده، كانت أعلى من كده بكتير. طيب ندخل على الأسماك. السمك البلطي كان على حسب حجمه، كان ب75 80 85، طبعا نزل جدا يعني، ولسه هينزل إن شاء الله. هو اساسا السعر هينزل علشان دخلة الحر، كل لما الدنيا تبقى حر هتلاقيهم نزلوا في السعر عشان الحاجة بتبوظ وكده، فهتلاقي الدنيا هتظبط ان شاء الله. تمام، ندخل على اسعار الخضار. الجزر ب6، وبيتفاوت بقى فيه اللي هو الدبلان شوية، الكويس شوية. وفي البتنجان كان عامل 8 برضو، وكان عامل 5 اللي هو الدبلان شوية. وكان في ايه تاني، الفاصوليا كانت عاملة 14، والكوسة عاملة 6، والفلفل الرومي كان عامل 15، وفي البتنجان الأسود كان عامل 10 برضو. الفلفل الألوان كان عامل 30، والفلفل الحامي كان عامل 8. وبالنسبة الطماطم المستوية كانت عاملة 3.5 و6.5 الجامدة شوية، والبطاطس كانت عاملة 15 و12.5 اللي هي برضك دبلانة شوية. الخيار كان عامل 8، وفي برضك كان ب6 بس اللي هو برضه دبلان شوية برضه. بالنسبة للبيض، البيضة كانت عاملة 5 جنيه النهاردة، سعرها برضه نزل شوية. بالنسبة بقى لحلويات المذبح دي، عايزة اقول لكم ان خلاص مبقاش حد يقرب لها، اسعارها بقت اسعار فلكية. ندخل بقى على قسم الفاكهة. الموز كان عامل 12.5 15 و20 على حسب حجمه طبعا. والشهد كان عامل 8 و12.5. بالنسبة برضو لأسعار الفاكهة، كان معانا العنب صراحة ضرب ضربة سودا يعني، كان بقى ب100 جنيه. مش عارفة ازاي وليه وامتى وفين، يعني مش عارفة، من بعد ما كان الكيلو ب10 15 20 بقى ب100، مش عارفة ازاي. فطبعا احنا هنضطر نستغنى عنه مؤقتا، إلى بقى يعني ايه، إلى محله ونصلح ان شاء الله. الجوافة 15، التفاح 50، ده طبعا بعيد عننا ده. البرتقال كان عامل 10.5، والخوخ كان عامل 20 و25. الكرنب عالي شوية، كان عامل 25، بس حاليا نزل بقى ب15. والرقاق كان للأسف زاد شوية، بقى عامل الكيلو 45. بالنسبة للحوم كانت 300، وبعدين نزلت ل280، بس حاليا نزلت شوية بقت ب240، يعني عمالة تنزل، يا رب ربنا يسهل. واللحمة المفرومة برضك نفس السعر. السجق الاسكندراني كان معدي 100، والسجق الضاني أقل من 200 بشوية يعني. الكبدة المستوردة عاملة 150. وفي بقى شوية نسريات كده على جنب، رز ب30، مكرونة 25، والسكر ب30، والشاي الربع كيلو ب60 برضك. دي الأسعار بتتفاوت، بس دون عموما دي الأسعار المتاحة حاليا، يعني ممكن بقى نلاقي أزيد شوية على شوية حسب يعني إيه كل مكان، وحسب المنتج نفسه يعني أسماء وكده. بالنسبة للخضار يعني بنلاقي الأسعار متفاوتة، مثلا ده أعلى شوية، ده أزيد شوية، ده أقل شوية كده يعني مفيش حد بيستقر على حاجة واحدة. وبعدين السوق اللي أنا نزلته دون سوق بولاق وسوق المعتمدية،
ده يعتبر فيهم الأسعار كويسة جدا يعني، زي السوق السيدة عيشة والحاجات دي. الحتت الشعبية دي تلاقي فيها الأسعار ما يعني كويسة نسبيا كتير قوي عن حتت تانية يعني. يعني في أسواق كده يعني بدون ذكر أسماء طبعا، تلاقي فيها طبعا الأسعار أعلى من كده، فدي تعتبر كويسة برضك شوية. ممكن حد ينزل يجيب بقى كل اللي محتاجه ويجيبه مرة واحدة بفرق سعر كويس وكده، وتبقى الدنيا يعني إن شاء الله نحاول نظبط الدنيا لحد بس ما الدنيا تهدى شوية والأسعار تستقر يعني إن شاء الله بإذن الله. طبعا الأسعار تعتبر كويسة نسبيا عن الفترة اللي فاتت، اللي البانيه وصل فيها 230 والبط نفسه كان على دخلة رمضان كان عامل 180 وأسعار غريبة كده. فالدنيا تعتبر هديت كتير وإن شاء الله هتهدى أكتر بإذن الله. بس بس كنت عايزة أقول حاجة، إن السوق بولاق ده بيبقى متاح موجود كل يوم يعني ومفيش أي حاجة فيه، إنما السوق المعتمدية دون بيبقى يوم السبت بس. عشان كده أنا لما نزلت النهاردة مش ملقتش حاجات كتيرة يعني، كانت الدنيا برضك مش أحسن حاجة يعني. إنما يوم السبت ده بيعمل زي سوق الجمعة كده بالظبط، ليه يوم معين بيبقى بقى متاح فيه كل حاجة، كل حاجة من الإبرة للصاروخ تلاقوها هناك. طبعا الأسعار مش أحسن حاجة، بس إن شاء الله يعني نسأل الله التسهيل يعني إن الأسعار تظبط شوية عن كده. لو عجبكم الفيديو دون والفلوج ده، اكتبولي في الكومنتات انتوا عايزين نعمل جولة في أي أسواق تانية، أسواق خضار، أسواق هدوم، يعني أي أسواق عايزين تعرفوا عنها معلومات وننزل إن شاء الله أصور فيها وأنزل لكم يعني. شوفوا انتوا عايزين ايه وابعتولي على طول ونعمله. نسيت اقول لكم صحيح ان ان بولاق جنب المعتمديه يعني حاجه بسيطه منها، فاللي هينزل سوق بولاق سهل قوي نروح المعتمديه، ميكروباص محطتين بالظبط بيكون في المعتمديه، يعني السوقين جنب بعض مفيش بينهم مسافه يعني كبيره قوي. دي كانت جوله سريعه كده في السوق وعشان نعرف الاسعار ونعرف الدنيا ماشيه ازاي، وان شاء الله هبقى اعمل ريفيوهات تانية في حتت تانية ان شاء الله، اسواق تانية كل فترة كده ننزل قائمة بالاسعار ونشوف الدنيا وصلت لفين. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.